بعد رجوع هذه البطولة العربية في 98 أظن المنتخب المغربي، بعدها المنتخب الجزائري، وأظن أنها ستكون مغربيا، سيكون الأدفانتج للمنتخب المغربي، لكن حقيقة مباراة سنشاهدها غدا إن شاء الله. شكرا جزيلا لك نابغ، ونعود الآن مشاهدينا لاستكمال الحديث عن نهائي كأس العرب فيفا قطر 2025. نتحدث تاريخيا، يعني المنتخب المغربي يتفوق بوضوح على المنتخب الأردني، نتحدث عن 5 مباريات 4 انتصارات تعادل. يعني كيف يدخل المنتخب الأردني وهو يعرف هذه الأرقام؟ يعني هنا ترجعت للجدال عرب آسيا وعرب إفريقيا. لا هو شوف، تاريخيا أكيد أنه المنتخب المغربي يتفوق على المنتخب الأردني، لأنه استحوذ المنتخب الأردني من الجوهري، عدنان حمد، عموتة والسلامي. لكن لو تشوف تاريخيا المنتخب المغربي في البطولات العالمية، في البطولات الإفريقية، البطولات العربية، حتى أنه هو في 88 هو كان فاز على اللقب. يعني آخر نسخة بعد رجوع هذه البطولة العربية في 98 أظن المنتخب المغربي، بعدها المنتخب الجزائري، وأظن أنها ستكون مغربية مرة أخرى. إذن تاريخيا الإحصائيات صحيح أنها تعطي الأدفانتج للمنتخب المغربي، لكن حقيقة المباريات، حقيقة الدورة، حقيقة الجاهزية، حقيقة أنه من يريد أكثر هذه البطولة تتغاير، لأن الإحصائيات دائما تبقى تاريخ. المستقبل شيء آخر، أنك يومك اليوم لما تكون جاهز في يوم المباراة، تكون جاهز من الناحية البدنية، من الناحية الفنية، من الناحية التكتيكية، وخصوصا من الناحية الذهنية والنفسية. هذا هو الفيصل، ليس المباريات السابقة، لأنه في عديد من المنتخبات، مثلا المنتخب العراقي فاز 4 مرات بهذه الدورة، أين هو الآن من هذه الدورة؟ المنتخب السعودي فاز 4 مرات بهذه الدورة، أين هو من هذه الدورة؟ حقيقة أن المنتخب الأردني مع السلامي الهدف الأسمى والأول كان تحضير هذا المنتخب باللاعبين، بلاعبي الرديف والمحليين لكأس العالم، في خضم أنه عنده غيابات لاعبين المحترفين اللي يلعبون في البطولات المحترفة. إذن يجهز لاعبين، يجهز المجموعة لكأس العالم، لأنه هذا هو الأهم، رغم أنه كأس العرب هي من أحسن البطولات وأغلى البطولات ورابع بطولة في العالم، لكن الهدف كان تحضير هذا المنتخب على غرار بعض المنتخبات التي جاءت كذلك حتى تحضر. لما لا؟ إذا كان المسار بطريقة إيجابية، إذا أنه وصل في طريقه أنه يوصل للنهائي ويأخذ اللقب، لأنه الأهداف تتغير على حسب نتائج المباريات، وهذا ما وقع مع المنتخب الأردني. لكن المنتخب المغربي جاء ليأخذ اللقب. لماذا؟ لأنه الأسبوع المقبل هناك كأس إفريقيا للأمم التي ستنظم في المغرب. إذا المنتخب المغربي الأول هو في المغرب يجهز لمبارياته ولبطولة يطمح أن يفوز بها. إذا جاء بالمنتخب الثاني ليفوز بهذه البطولة. إذا الأهداف تتغير، الأهداف متغايرة، لا نقارن بين منتخب جاء ليفوز باللقب ومنتخب جاء ليحضر ثم تغيرت أهدافه للفوز باللقب. ذهنيا حضوريا سيكون الادفانتج للمنتخب المغربي، لكن حقيقة مباراة سنشاهدها غدا إن شاء الله. طب نتحدث عن الأوراق الرابحة في هذه المواجهة، نتحدث عن الكابتن، معك كابتن عن المنتخب المغربي. يعني تحدثت قبل قليل عن عبد الرزاق حمد الله، أثبت قيمته في نصف النهائي، صنع هدفا وسجل آخر أمام الإمارات. خبرته في المباريات الكبيرة تجعله ورقة رابحة لأسكتيوي. أكيد ككوتشنج كلاعب يمكن أنك تدخله خلال أطوال المباراة، لأنه لحد الآن بعد مباراة جزر القمر حمد الله كان معاقب مباراتين، ثم بدأ يرجع تدريجيا للاعب، ولكن كبديل وليس كأساسي، لأنه تيسو داري كان قلب هجوم وسجل أهداف ثم أصيب وخلفه أزارو كذلك لما دخل سجل الأهداف، خصوصا أمام المنتخب الإماراتي. نظن أنه سجل الهدف الثاني، لأنه المهديوي هو البركاوي هو الذي سجل الهدف الأول، حمد الله سجل الهدف الثالث وصنع الهدف الثاني. إذن حمد الله أكيد وزنه ثقيل سواء داخل الميدان أو خارجه بحكم تجربته خبرته. اللاعب هذا كان مع المنتخب المغربي في كأس العالم اللي تفوق فيها المغرب وأصبح رابع العالم. إذا عنده من الخبرة أنه حتى يقدر يساعد الجهاز الفني المتكامل. إذا شفنا جهاز فني المنتخب المغربي لما ترى أمام السكتيوي ترى
حاجي لاعب ونجم مغربي يلعب في البطولات، لعب في اكبر الانديه الاوروبيه. اذا تشوف انه هناك توازن بين جهاز فني ولاعبين يلعبون اساسيين وحتى دكه الاحتياط. المنتخب المغربي فريق غني باللاعبين، عندهم خبره. حقيقه انه البعض ليس له خبره المنتخب الاول، لكن لما تشاهدهم في انديتهم مع البطولات الافريقيه التي هي بطولات صعبه، الشامبيونز ليج الافريقي، في الرجاء، في الوداد، في نهضة بركان، تشوف أنه هذا المنتخب عنده وزن كبير، جاء ليفوز بهذه البطولة. ولحد الآن ما عدا أنا نقول إخفاق نظرا لمستوى المنتخب المغربي، الإخفاق أمام منتخب عمان أنه تعادل مع منتخب عمان، لكن بعدها عرف كيف يسير هذه الدورة، عرف كيف يسير مساره خلال هذه الدورة بفوز. والفريق الوحيد الذي يفوز بثلاثية بثلاثية ل0 أمام منتخب الإمارات، الذي عجز منتخب الجزائر حامل اللقب، والذي كان على الورق أقوى مرشح للمحافظة على لقبه، لم يقدر أن يسجل هدفا ثانيا أمام المنتخب الإماراتي. إذن قوة المنتخب المغربي، وإذا عدنا إلى مفاتيح اللعب، هي أنه تنوع هجومي في الانتشار، في خلق الفرص من اليمين من اليسار. نعم. الأظهرة تسعى للزيادة العددية. سنكمل الحوار، لكن الآن مرة أخرى مشاهدينا الكرام نتحول إلى استاد أحمد بن علي. غدا النهائي المرتقب بين المغرب والأردن. تحدثنا كثيرا عن هذا الموضوع. نتحدث عن أنت شاهدت النسخة الماضية بكل تأكيد، ما الذي اختلف بالنسخة الماضية وحتى هذه النسخة تنظيميا وجماهيريا ومن كل شيء؟ شوف، أنا لعبت 2 كأس عرب في الكويت وفي الطائف 2002 و2012. اللي حصل في 22 كأس العرب مختلفة تماما عن كل البطولات العربية، يعني فكرة أكثر من رائعة إنه أعادت يعني شوف ما تفرقه السياسة تجمعه كرة القدم. للأمانة احنا يعني قوتنا في وحدتنا، حتى لو من خلال كرة القدم، إلا إنه نشوف التجمع العربي. شفنا ناس لنا كتير ما شفناهم، الجاليات العربية، كل جالية تعبر عن ثقافتها، تعبر عن تراثها. هذا قيمة البطولة، هي مشاعر الجميع. لا يوجد واحد يقول لك نفسه البطولة تستمر. الآن في مطالب أنه يقول لك ليش 4 سنين، خليها كل 2 سنين. نجاح البطولة الأولى هي بروفا كانت لكأس العالم 22، فهذه حظت باهتمام كبير. أنه الفيفا أنه تكون تحت مظلة الفيفا، هذا إنجاز يحسب للمسؤولين على البطولة. إنه نتائجها تعتمد في التصنيف، إنجاز. ما تنسى الجوائز المالية، أنت بتتكلم على 36 مليون دولار جوائز مالية، يعني أعلى من بطولة أفريقيا. فهذه كلها إنجازات. والآن بيبحثوا إنه يشوفوا حل إنه يكون في ضمن الأجندة، على أساس إنه يتيح لكل المنتخبات بالمشاركة بالصف الأول. ولكن حتى لو لم تأتي بعض المنتخبات بالصف الأول، يعني أنت ما تقدر تقول على منتخب المغرب أو الجزائر صف ثاني، لأنه مجموعة الأسماء اللي فيه مخيفة، وكلهم لاعبين على أعلى مستوى. أكيد مش زي الفريق الأول، لكن يمتلكوا مؤهلات إنه توصلهم. وأكبر دليل إنه المنتخب المغربي وصل الفاينل. أكيد المنتخب السعودي جايب الفول تيم، المنتخب الأردني. فرصة لهاي المنتخبات لإعداد منتخباتهم. أعتقد بطولة أكثر من رائعة، أتمنى أن تستمر. تمام. وفي هذا الإطار تطمح الجماهير المغربية في حسم موقعة لوسيل أمام المنتخب الأردني وتتويج منتخبها بلقب كأس العرب، وذلك للمرة الثانية في تاريخ أسود الأطلس. التفاصيل مع بلال جيزة. هكذا احتفلت الجماهير المغربية بعد تأهل أسود الأطلس إلى المشهد الختامي لكأس العرب. الجميع وقف كرجل واحد يحتفل ويشيد بما قدمه رجال المدرب طارق سكيتيوي منذ بداية البطولة، وخاصة الفوز الأخير على الإمارات في مربع الكبار. احنا كنقول أول شيء الجمهور المغربي تبارك الله عليكم، 90 دقيقة ما سكتوش، وكنقول هارد لك للإمارات، والفوز 3-0 نستاهل. الطريق سكيتيوي يستاهل، وإن شاء الله نتقابلوا مع النشامة والفوز إن شاء الله بإذن الله بأشواط إضافية 1-0 إن شاء الله بإذن الله.
فبعد الحديث عن دور المجموعات ثم الدور الربع النهائي وبعدها نصف النهائي، باتت الجماهير تتحدث الآن عن الفوز على الأردن في نهائي استاد لوسيدا المونديالي للعودة بالكأس إلى الديار. كنشكر الجمهور المغربية كاملة، وكنشكر المنتخب ديالنا، وان شاء الله الفوز غيكون مغربي ان شاء الله، والنهائي ان شاء الله الكاس غيكون للمغرب. مباراة تكون صعيبة بحكم الفريق الأردني عنده يعني خصم عنيد وعنده كوتش من المغرب. غتكون مباراة غتلعب على نقاط صغيرة بحكم ان نهائي تو كيكون صعيب بزاف. كنتمنى ان شاء الله كوتش طارق سكيتيوي يكون يعرف زعما يجري الماتش ان شاء الله، وحنا تايقين فيه كامل الثقه. عندنا لاعبين خبره كبيره، وكما جرينا لاكوب كامله نتمنوا يبقى لنا ماتش واحد 90 دقيقه نجريوها مزيانه، ولاكوب ان شاء الله يرجع معنا الربع. نهائي نار بين الاردن واللي بيعرف اطار مغربي اللي هو السلامي، وطارق سكيتيوي المدرب كبير حتى هو ان شاء الله يكون الفوز من نصيب المغاربه، وبحس تكون كبيره ان شاء الله. بعد الفوز على الإمارات في نصف النهائي تبدو الجماهير المغربية متفائلة قبل مواجهة الأردن في المشهد الختامي لنسخة استثنائية من كأس العرب فيفا قطر 2025. فلا حديث بين الجماهير إلا عن العودة بالكأس إلى الديار. من الجيزة بين سبورتس الدوحة. إذا نعود لاستكمال الحوار مشاهدينا الكرام. يعني تابعنا تفاؤل الجماهير المغربية وتتمنى منتخب بلادها أن يحقق اللقب للمرة الثانية في هذه النسخة، نسخة كأس العرب 2025. شوف، إذا تتكلم على التوقعات والترشيحات، أنا متأكد أنه معظم الجماهير تصب توقعاتهم للمنتخب المغربي بحكم خبرته وتاريخه والنهضة اللي قاعدة تحصل في المغرب على صعيد كل المنتخبات يعني حقيقة. لكن البطولة هاي أثبتت أنه التوقعات لا قيمة لها، وأكبر دليل المفاجآت اللي حصلت في البطولة: انتصار فلسطين على قطر، تعادل انتصار سوريا على تونس، خروج فريقين واصلين إلى نهايات كأس العالم كقطر وتونس من المجموعة. هذا خالف كل التوقعات. خروج الجزائر مع الإمارات، خروج الجزائر حامل اللقب مع الإمارات، والوصيف خرج أكيد حامل اللقب. أكيد هاي كلها تعطي دفعة للمنتخب الأردني، لأنه الآن الكرة أثبتت إنه اللي يتعب في أرض الميدان، اللي يؤدي بشكل أفضل هو اللي ينتصر في النهاية، اللي يلعب واقعية أكثر. المنتخب المغربي عنده انتشار، عنده تنوع في الهجمات، عنده قادمون من الخلف، وهي أكثر شيء خطورة لهم إنه دائما الكرات العرضية لا تأتي على عندهم ميزة الكرات الثابتة، يجيدوا ألعاب الهوائية. لكن المنتخب الأردني أيضا إلى الآن ماشي بثقة بتوازن، إلى الآن التوفيق حليفه في كل المباريات، هو يسجل ولا يستقبل. تتكلم على فريق أعلى خط هجومي في البطولة 10 أهداف إلى الآن، فيمتلك مجموعة لاعبين في كل خط. المنتخب الأردني يمتلك قائد، عندك يزيد أبو ليلى، عندك نصيب، عندك مرضي، عندك علي علوان في المقدمة، رشدان أيضا. يعني حتى مع إصابة يزن الفريق لم يتأثر، بالعكس أنا شايف أنه إصابة يزن يعني أجت من ناحية معنوية. أكيد الكل زعلان على يزن، لكن أصبح الفريق يريد أن يهدي يزن البطولة. شفنا متواجد بالعكاز في الاستاد، شفنا بين الشوطين دخل رغم الإصابة وحفز اللاعبين. هذه كلها دوافع. ولكن كابتن والله حبيت أن نتكلم. طب بعد أن نأخذ صفوان